عارف يا صديقي إن في سنة نبوية بتغير حالتك النفسية بالكامل، بتخفف الهم وتوسع صدرك، والأغرب إن أنت ممكن تطبقها في أي لحظة في اليوم. هات مخك وتعال صديقي، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني لما تضيق بيك الدنيا، بدل ما تشيل هم وتوتر قوم صلي ركعتين بس. دي سنة عظيمة جدا اسمها صلاة الحاجة عند الضيق. دي سنة مهجورة كان النبي بيعملها لما يمر بكرب أو توتر. وانت بدل ما تمسك الموبايل وتضيع وقتك، جرب توقف كل حاجة وتدخل تصلي ركعتين. هتشوف قلبك بيتصلح وعقلك بيهدى، والأمر اللي انت واقع فيه هتلاقيه بيتحل، مش بذكائك ولا بدهائك، هتلاقيه بيتحل بتدبير ربك. وما تزعلش على أي حاجة يا صديقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. يعني كل حاجة بتحصل لك بإذن الله فهي خير ليك. عندك بلاء دلوقتي فده خير ليك، وربنا يسعد قلبك يا صديقي. كان معك الفاتح، ده طرف الخيط والبقرة كلها هناك.